في القدس نداء، في القدس نداء، فمن يغار على عورة صوتها قم وانتفض. انتشر في السنوات الماضية الكثير من اللغط حول تعريف المسجد الأقصى وما يمثله من مباني، والخلط بين مسجد قبة الصخرة المشرفة القبة الذهبية والمسجد القبلي القبة الرصاصية، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتداول الناس صورا لتلك المساجد على أنها للمسجد الأقصى. ويعرف المسجد الأقصى بأنه كامل المساحة التي تقع بين أسوار الحرم القدسي الشريف، والذي تبلغ مساحته قرابة 144 ألف متر مربع. لا يعرف بشكل دقيق متى بني المسجد الأقصى لأول مرة، ولكن ورد في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن بناءه كان بعد بناء الكعبة ب40 عاما. فعن أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد اختلف المؤرخون في مسألة الباني الأول للمسجد الأقصى على عدة أقوال، أنهم الملائكة أو النبي آدم أبو البشر أو ابنه شيث أو سام بن نوح أو النبي إبراهيم. ويرجع الاختلاف في ذلك إلى الاختلاف في الباني الأول للكعبة. وقد رجح الباحث عبد الله معروف بأن آدم هو من بنى المسجد الأقصى البناء الأول لرواية عن ابن عباس. للمسجد الأقصى عدة أسماء، أهمها 3: المسجد الأقصى، وكلمة الأقصى تعني الأبعد، وسمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام، وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة. والذي سماه بهذا الاسم وفقا للعقيدة الإسلامية الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وذلك في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. البيت المقدس، وكلمة المقدس تعني المبارك والمطهر. وقد ذكر علماء المسلمين وشعراؤهم هذا الاسم كثيرا، كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني: إلى البيت المقدس قد أتينا حنان الخلد نزلا من كريم. بيت المقدس، وهو الاسم الذي كان متعارفا عليه قبل أن يطلق عليه اسم المسجد الأقصى في القرآن الكريم. وهذا الاسم هو المستخدم في معظم أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قاله يوم الإسراء والمعراج: ثم دخلت أنا وجبريل عليه السلام بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين. ويتكون المسجد الأقصى من 7 مساجد مختلفة، وهي: الجامع القبلي، وهو المبنى الرئيسي في المسجد الأقصى والمعروف بقبته الرصاصية، ويقع في جنوب المسجد الأقصى في جهة القبلة، وفيه تقام خطبة صلاة الجمعة، ويقف به الإمام الذي يصلي بالناس في عموم المسجد الأقصى. أول من بناه هو عمر بن الخطاب عند فتح بيت المقدس عام 15 من الهجرة 638 من الميلاد، وبناه على صورته الحالية الخليفة عبد الملك بن مروان، وتم توسيعه وترميمه عبر التاريخ الإسلامي. المصلى المرواني، ويقع في أسفل الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى، وبني في الأساس كتسوية معمارية لهضبة بيت المقدس الأصلية
المنحدرة جهة الجنوب، وذلك حتى يتسنى البناء فوق قسمها الجنوبي، وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 4000 متر مربع، وهي أكبر مساحة مغطاة للصلاة في المسجد الأقصى. استعمله الصليبيون كاسطبل للخيل، وأعاده صلاح الدين بعد التحرير إلى تسوية ومخزن حتى عام 1966، حيث تم افتتاحه كمصلى، وسمي يومئذ بالمصلى المرواني نسبة إلى عبد الملك بن مروان. مسجد قبة الصخرة هو المسجد ذو القبة الذهبية، والذي بني فوق الصخرة المشرفة التي عرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج. بنى المسجد الخليفة عبد الملك بن مروان عام 72 من الهجرة 691 من الميلاد، وهو يعتبر أقدم بناء إسلامي تم الحفاظ على شكله وزخرفته منذ بنائه. مسجد البراق ويقع في الناحية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى، بني في العهد الأموي، وسمي بذلك نسبة إلى المكان الذي ربط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته البراق في رحلة الإسراء والمعراج. وكان يوجد في جهته الغربية باب قديم يسمى باب البراق، وقد أغلق بعد العهد الأموي، والذي كان يصل مباشرة إلى ساحة البراق خارج المسجد الأقصى، وينزل إلى مصلى البراق حاليا من خلال الرواق الغربي للأقصى بدرجات حجرية، والذي يفتح كل يوم جمعة للزيارة. مسجد المغاربة ويقع في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى جنوبي حائط البراق، وله بابان، واحد مغلق في الجهة الشمالية وآخر مفتوح في الجهة الشرقية، ويستعمل اليوم كقاعة عرض لأغراض المتحف الإسلامي الذي نقل من الرباط المنصوري إلى هذا المسجد. يتوارد أن من بناه هو صلاح الدين الأيوبي سنة 590 هجرية 1193 ميلادية. جامع النساء ويقع داخل المسجد الأقصى، ويمثل الجزء الجنوبي الغربي منه، حيث يمتد بمحاذاة حائطه الجنوبي بدءا من الجدار الغربي للجامع القبلي وحتى الحائط الغربي للمسجد. وهو اليوم مقسم إلى 3 أقسام، أولها غربي ملحق بالمتحف الإسلامي، وثانيها في الوسط وبه توجد مكتبة الأقصى الرئيسية، وثالثها شرقي ملاصق للجامع القبلي ويستعمل الآن كمستودع. وجامع النساء عبارة عن بناء كبير واسع مرتفع عن مستوى الجامع القبلي، ويرى باحثون بأن بناءه يعود إلى العهد الصليبي، حيث بني ككنيسة ليعيده صلاح الدين الأيوبي لمصلى خصص للنساء. مصلى الأقصى القديم ويقع هذا المصلى تحت الجامع القبلي، يتم الدخول إليه عبر درج يقع قرب الرواق الأوسط في الجهة الشمالية للجامع القبلي، وهو عبارة عن ممر يتكون من رواقين باتجاه الجنوب. بناه الأمويون ليكون مدخلا ملكيا إلى المسجد الأقصى من اتجاه القصور الأموية التي تقع خارج حدود الأقصى من الجهة الجنوبية. وكان هذا المصلى مغلقا لا يفتح إلا في حالات الضرورة فقط حتى عام 1998، حيث تم تنظيفه وإعداده ليكون مكانا ملائما للصلاة، وهو يتسع لحوالي 1000 مصل. والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة، تقول يا رباه يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر. وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لوعة النفس عليك يا قدسي، وأنت في البلوى والعيشة المرة. هيا اهتفوا يا إخوة
إخوتي استيقظي يا أمتي يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان كسابق الأزمان. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.